مساء الخير صديقي العزيز، ان شاء الله تكون تمام، ان شاء الله تكون اخبارك تمام. اكيد تعرف لعبة الفانتسي 10 مليون بني ادم يلعبها، كلنا نتعارك وهذا يجيب منه وهذا يجيب منه، واكيد ممكن انت سامع عنها وتقول شنو هاي اللعبة. ببساطة هي لعبة ينطق بيها 100 مليون. عندك لواعيب بأسعار معينة لازم تجيبهم، كل ما تجيب بيهم نقاط عليه كل ما تربح، ايش تربح ما تربح شيء. يعني اذا طلعت الاول على العالم بالجولة مالتك او بالهاي احتمال يعطوك سفرة هدية لانجلترا تتفرج اي لعبة، بس يعني هذا الشيء مستحيل يصير من اول ما تلعبها، يعني انسى الموضوع. كنا حاولنا بس كلش صعب. النقاط تعتمد على اهداف، على كلين شيت، على اسيستات، على هسه حاليا بالموسم الجديد قطع كرات، كله هواي سوالف. لعبة كلش حلو. زين عبد الله انت حبيبي ليش طلعت تحكي عليها؟ ببساطة انا كعبد الله والي الشرف يعني الحمد لله والشكر أنا جبت 90,000 على العالم الموسم الماضي. بما أنه يا صديقي العزيز طلعت 90,000 على العالم الموسم الماضي، فقررت أني هذا الموسم أطلع وأقوم أحكي وأقوم أتفلسف وأصير محنك براسكم. يعني جايب 90,000 أكيد راح أصير محنك، لأنه الموضوع ترى مو سهل، مش محتاجة حاجة يعني. فاليوم يا صديقي العزيز راح اشوفكم اللواعيب ومنو تجيبون ومنو لا تجيبون، نحكي التشكيلة الانسب الممكن الواحد يجيبها ببداية الفانتسي. انا بدأت اقلق. ونبلش بالحراسة، واني بالنسبة لي كالحراسة عندك يا سانشيز يا سيلس، اثنيناتهم جدولهم سهل وب5 مليون سعرهم. ليش عبد الله ما جبت سيرة أليسون او راية من هذول الحراس؟ ببساطة لانه جدولهم صعب، جدول الارسنال صعب وجدول ليفربول هم صعب. فاني ما ضامن انه ليش اجيب، بالعكس ليش اجيب لاعب مثلا من ليفربول كحارس، لا اني اروح اجيب مثلا لاعب ثاني من الدفاع احسن لي. هسه راح نحكي منو ممكن نجيب من الدفاع، بس كحراس أنا شايف إنه جدول سيلس وسانشيز هم أحسن جدولين. هل ممكن إنه أنت تجيب مثلا دفاعين دبل من هذا الفريق؟ أنا أقول بالبداية شوية صعبة. ليش؟ لأنه بداية الدوري الإنجليزي دائما أول جولات ما يكون بها كلينشيت عالي، يعني نسبة الكلينشيت قليلة. بس يا صديقي العزيز مثلا حط لي شغلة ببالك، عندك لاعب مثل دوناروما خلاص تقريبا شبه تمت الصفقة 100%، هو رايح للدوري الانجليزي وعلى الاغلب هو رايح للسيتي، يعني على ما ينزل الفيديو احتمال اصلا هو وقع ويا السيتي. فاني بالبداية اقول انه انت تجيب سيلز او سانشيز، ومثلا بالجولة السابعة الثامنة تقدر تبدلهم براية على الجدول مال ارسنال يتحسن وتقدر تجيبهم. نروح خط الدفاع، وبصراحة اني بالنسبة لي كخط الدفاع حطيك نصيحة، بالبداية لا تصرف زايد على الدفاع، خلي صرفك على الهجوم وعلى الوسط. ليش؟ لأن مثل ما قلت بداية الدوري الكلين شيت يطير، يعني نسبة الكلين شيت كلش قليلة، يعني كم نادي راح يطلع بكلين شيت. فأنا بالنسبة لي أجيب لك اللاعب هذول أبو 4.5، يعني عندك مثلا فان ديفن جدوله حلو لطيف وتوتنهام يعني يسوون خوش صفقات هذا الموسم، ممكن يلعبون زين. هاي ب4.5. عندك مثلا كونسي عنده اول لعبه ويا نيوكاسل، بس نيوكاسل ما يشوف قدامه، يعني اصلا انا هسه هاي الحلقه كامله ما راح اقول لك تجيب اي لاعب من نيوكاسل. ليش؟ لانه شفنا البري سيزون مالتهم ومو خوش بري سيزون. عندك مثلا كونسي ب4.5 وجدول استون فيلا لطيف تقدر تجيبه. عندك يا صديقي لاعب جديد انتقل لليونايتد اسمه دورجو. مين دول؟ هذا ما دا يلعب بالدفاع، دا يلعب اصلا جناح، بس هو مو 100% ضامن اساسي. اذا ضمن اساسي فراح تكون بوقه كلش لطيفه ب4.5. لاعب دورجو. عندك جدول يونايتد مو ذاك الصعب، يعني اول لعبه شويه صعبه والباقي شويه يقدرون يمشون نفسهم. فعندك دورجو ابو الريم كان يلعبه كجناح، ما كان يلعبه كدفاع، فهذا لاعب ممكن يفيدك بالمستقبل اذا لعب اساسي، وهو احتمال كلش كبير يلعب اساسي ويا اليونايتد. واخر لاعب بال4.5 هو حرفيا بوقه الموسم، كل واعيب الفانتسي راح يجيبوه، واللي هو جويهي يا صديقي العزيز راح ينتقل من كريستال بالاس الى ليفربول. هير وي جو. فابريزو نزلها. شنو تحليل المحنك اللي جايب 90,000؟ بالنسبه لي راح اقول لك شغله، انت تعرف انه جويهي لاعب اساسي بالمنتخب الانجليزي، العنصريه الموجوده يم الانجليز اكيد ما راح يلعبوه احتياط بالموسم مال كاس العالم. انا اصلا دا اتوقع انه ارني سلوت راح يلعب 5 دفاع، راح يلعب 3 قلوب، وفريمبونج وكيركز يطلعون ويطيرون. هذا أنا توقعي بصراحة، بس هو لحد الآن ما طبقها 100%. بالنسبة للواعيب الأربعة فاني بالنسبة لي راح أجيب رينيلدو، ما ادري رونالدو، ما ادري شو اسمه، اللي هو اللاعب اللي كان يلعب باتلتيكو مدريد اللي هسه انتقل للسندرلاند. مين دول؟ ب4 مليون لطيف ويلعب أساسي وممكن يفيدك بالأزمات، يعني هيك لعبة قوية مثلا عندك آية تحتاج تنزله شمرة، عنده لعبة سهلة تنزله، خوش لاعب يفيدك. خلينا نحكي هسه على اللاعب ال6 مليون. بالنسبة لي أبرزهم فريمبونج، كيركز وكوكارية، تقدر تختار أي واحد منهم بالنسبة لي. زين ليش عبد الله ما جبت سيرة أيت نوري؟ لأنه حبيبي ماكو أي بني آدم يعرف جوارديولا شنو راح يبلش ببداية الموسم، ما تعرف يعني يا جاي السمعة
درجات احنا سمعتنا وحشه. احتمال يلعب جفارديول قلب، احتمال يلعب جفارديول يسرى، ما تعرف. فاني بالنسبه لي بالبدايه ايت نوري مو ماني اللاعب تجيبه، بالعكس جرب خلينا نشوف بيب ايش راح يسوي وياه وراها اشتري. مع العلم جدول السيتي كلش سهل بالبدايه، بس بيب جوارديولا معودنا كل موسم انه تشكيلته مو ثابته، فما تعرف ايش راح يسوي. يعني انا ما واثق ببيب، انا لا اعرف لا مرموش راح يلعب. اللاعبين الوحيدين اللي هم متفق عليهم راح يلعبون اساسيين هم هالاند وجوارديول بس. الله لا هذا صدق. ما تكتب الفريق كله بعد ما اعرف انه راح يلعب اساسي، بس جوارديول هل راح يلعب كقلب لو راح يلعب كظهير؟ هنا اللي هيك دا اقول لك لا جوارديول ولا ايت نور يجيبه بالبدايه. كوريا جدوله لطيف وهو اساسي ويجيب جوالا ويسوي اسيستات. بالنسبه لي اني ممكن اروح وياه على الاغلب هو او فريمبونج، واحد منهم. انا هيك خلصت لك الدفاع، خلينا نجي للوسط. صديقي احنا انت تريد تلعب للمتعه وتريد تطلع مركزك عالي. بالنسبه لي محمد صلاح لا يمس. محمد صلاح دي يمر هسه حاليا فورمه سيئه، وكنا شفنا ايش صار وياه بمباراه كريستال بالاس، وصلاح قدم بري سيزن سيء. صلاح اخذ اسوأ تقييم بلعبه كريستال بالاس. بس حبيبي صلاح انت اذا ما جبته ببساطه، يعني انا اساس ما فكرت ما اجيب صلاح، لا فكرنا كنا، بس شنو الفكره؟ صلاح اذا ما جبته ببساطه اذا تنفس بالملعب نزلت 10 مليون. هو هذا صلاح، لانه راح يكون 90 مليون الف واحد جايبه، وانت اذا هو تنفس بالملعب راح تنزل 10 مليون قبل. فصلاح لا يمس للاسف. يعني صلاح ملكيته راح تكون عاليه، اما بالنسبه مثلا هالاند ملكيته ترى 20% ما تاثر عليه كلش، اما صلاح اذا تنفس دحت، حرفيا دحت. فخلينا نقول بالبدايه محمد صلاح. زين، من اللاعب الثاني اللي تجيبه هيك شباب، جيبه هو ومغمض بالضبط. بردان 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 بردان. الكولت بالمر قدم بري سيزون يخبل تشيلسي. ان شاء الله انه هو لاعب مزاجي، ان شاء الله يكون مزاجه عالي، لانه اذا مزاجه عالي راح تطلع 10,000 من بدايه اللعبه. ليش؟ لانه بالمر جدوله سهل، ما زال بالمر لحد هسه ويا كل اللاعبين اللي يجيبوهم هو الرقم 1 بالفريق لحد الان. انت اذا اقول لك بالمر 100% تجيبه، وصلاح لازم تجيبه، هذول لاعبين. خلصت فلوس التشكيله، لا اصبر شويه، بعد شويه بقولنا كم فلس نتونس بيهم. عندك اللاعب الثالث، انت عندك خيارات مثل فيرتس، هوايه لواعب وعنده تقريبا 35% نسبه شراء. عندك روجرز راح يبين ويانا قبل الديدلاين بشويه اذا هو راح يقدر يلعب الجوله الاولى ولا لا، لانه اصابته مو ذاك القويه، فراح يبين ويانا المؤتمر الصحفي. كفيرتس هو ضامن اساسي، بس فيرتس هل هو راح يتاقلم من البدايه الاولى؟ ما اعرف. روجرز حسب اصابته، انا بالنسبه لي اذا هو راح يلعب اساسي من الجوله الاولى ف7 مليون لطيفه على روجرز. يعني روجرز من اكثر اللاعبين اللي جابوا نقاط الموسم الماضي، فراح يفيدك. هل تعلم صديقي انه احتفاليه كول بالمر هي اصلا احتفاليه روجرز وهو بايقها منه طلعت؟ معلومه بس هيك حبيت اقولها يعني. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه. بالنسبه لمبويمو يا صديقي العزيز، مو نفس مبويمو اللي كان ببرنتفورد، مو هو الكل بالكل اللي هو معود يا شكو. يعني تفضل الان، يعني تفضل استاذ علاء وياي انت. مو هو الكل بالكل، ومو هو اللي مستلم كل شيء، مو هو اللي عنده الجزاءات ولا هو عنده الركنيات ولا عنده الفاولات، هاي كلها مستلمها برونو. فاني بالنسبه لي مبويمو بالبدايه لا تجيبه، اصلا ما دا يلعب المباراه كامله بالبري سيزون، البري سيزون ما لعب ولا مباراه كامله، فيخوف الموضوع. فانت عندك مبويمو يخوف. يعني اذا تريد تجيب واحد مضمون اكثر فهو برونو فرنانديز ب9 مليون. هل تجيبه له لا؟ هاي انت ترجع لي. هي المشكله شنو؟ ان اليونايتد ما مضمون انه هو راح يقدم موسم جيد لو موسم سيء. مثل كل موسم احتمال اليونايتد ينفجر ويتأهل للأبطال، واحنا كلنا راح نديح اذا ما جبنا اللاعب من يونايتد، بس احتمال بنفس الوقت يسوي نفس الموسم الماضي ويطلع لك المركز 17 مدري 16 على الدوري. هاي تيجي على تحليلاتك. يعني انت مثلا تفكيرك، هل ممكن انه برونو اجيبه من البدايه لو انتظر شويه، اجيب لاعب مثلا 100% اساسي مثل بالمر، مثل فيرتس، مثل روجرز، وراها اجيب برونو؟ انا هذا بدي اقول لك يا مع العلم انه هو جدوله بس اللعبه الاولى صعبه ضد ارسنال والباقي سهل. اما بالنسبه للعبه ارسنال ترى هم اصلا صار لهم هوايه ما فايزين بالاولد ترافورد، فهاي همين نقطه لليونايتد. منو عندك بعد من اللاعب الغاليين؟ عندك ساكا بالنسبه لي لو مثل ما قلت لك لاعب الارسنال ما عدا لاعب واحد راح اجيبه بتشكيلتي، راح اقول لك اياه شويه. الارسنال كله لتجيبه لحد الجوله السابعه الثامنه، حتى مو السابعه لانه السابعه ضد ويست هام، وويست هام يا حبيبي العزيز كل موسم يسحلون الارسنال، فاصلا اللي تجيب على لعبه ويست هام جيبه على اللعبه الثامنه اشرف لك بمليون مره. هنفشخ الدوري
هنفشخكوا واحد واحد. انا بقول لك خلاص. لا الواعي بالسيتي نفس الشيء، يعني عمر مرموش وفودن وهذول هم بعد عنهم لانه ولا واحد منهم ضامن اساسي ويا بيب. خلينا نجيك على اللاعب اللي هم بستة ونص 5 ونص، هذول اللي تمشي نفسك بيهم. محمد بك قحطاني، محمد بك قحطاني، محمد بك قحطاني، الذوق المحترم. عندك لاعب مثل جونسون وقدوس، اثنيناتهم خوش لواعي، بتقدر تجيب قدوس لانه قدوس هسه حاليا صارت وياه ضربات الجزاء لحد ما يرجع سولانكي من الاصابه، وكلنا نعرف انه سولانكي حبيبي يعني يرجع من الاصابه بالتمرينات يرجع ينصاب صليبي مرت له 6 شهور. الله لا هذا ما تكتب ما تكتب. وعندك لاعب ب7.5 مثل جاكبو ضامن اساسي ويا ليفربول لحد ما يجي ايزاك. اذا اجى ايزاك جاكبو احتمال ما يلعب اساسي، فخلينا نحكي بحاله ما اجى ايزاك جاكبو ضامن اساسي ويجيب اسيستات وجوال لطيفه، هم ممكن تحطه خيار من الخيارات. يا صديقي العزيز، واحد ثاني ب7.5 اللي هو ايزي تقريبا حاليا شبه وقع ويا توتنهام، فهو يا هو طالع من كريستال بالاس، يا رايح توتنهام يا رايح ارسنال. الاقرب حاليا هو توتنهام، اذا راح توتنهام فراح تكون صفقه كلش حلوه وب7 واشوفها بوقه كلش لطيفه لانه ايزي راح يلعب اساسي وراح يقول. وعندك لاعب بحال انه انت قررت تعاند ويا الفانتسي وما تجيب الكول بالمر، انا من اقول لك تجيب انزو اساسي ويا تشيلسي، ويعني هو ميني بالمر، ممكن يطلع لك بجول اسيست قطع كرات. فاذا انت يعني نويت انه انت تنجن رسميا وما تجيب بالمر جيب انزو، لانه لازم تجيب لاعب وسط من تشيلسي، لانه تشيلسي انا متوقع لهم هذا الموسم يطلعون يا مركز ثاني يا احتمال يفاجئونا كنا ياخذون الدوري عادي طبيعي. استغفر الله. اما اللاعب اللي هم هيك على الخفيف هيك 5.5 5 ما ادري شنو، عندك ريندرز اذا قررت انه انت تغامر وتجيب لاعب من السيتي فخش 5.5 بوقه كلش لطيفه. وعندك اندرسون من نوتنغهام فورست هم خش اقتباس ب5.5 مليون، هذول يعني يقدرون يمشون وياك الامور وتنزلهم باللعبات اللي انت محتاجها وما ادري شنو حسب بدايه الموسم. اما يا صديقي العزيز نيجي للهجوم. الهجوم انا اقول لك عندك لاعب مضمون، من هو؟ جو بيدرو. مش محتاجة حاجة يعني. جو بيدرو مو لانه هو قدم بريسيزون قوي، لانه هو ترى هو دا يلعب للدقيقه 60، دا ينزل مكانه ديلاب، هو ضامن اساسي بس ما ضامن يلعب المباراه كامله، بس ملكيه عاليه يعني لحد تصوير الحلقه ملكيته 54%، يعني اكثر من نص اللاعب الفانتسي جايبيه، فجيبه حبيبي لانه اذا جاب لك جول او تنفس راح نديح كلنا. هاي احنا ضمننا جو بيدرو. منو عندك اللاعب الثاني؟ انت وخياراتك. عندك جيوكريش وواتكنز، اثنيناتهم 9 مليون، انا بالنسبه لي اثنيناتهم خيارات ممتازه. زين عبد الله انت مو قلت لي انه جدول الارسنال مو قوي وهاي وجيب ورد الجوله الثامنه؟ قلت لك بس جيوكريش راح يجيب قواله 100%، مستحيل يقعد للجوله السابعه الثامنه هو ما مقول، يعني على الاغلب راح يقول ضد اليونايتد. فجيوكريش هو اللاعب الوحيد اللي انا احتمال اجيبه من ارسنال واحتمال افوت تشكيلتي. ليش؟ بس هاي العاطفه. الله لا هذا ما تكتب. عاطفة انه يعني ما مهاجم صار له 10 سنين ارسنال يدور على مهاجم، وها عبد الله يعني تحمس ويانا ويلا يا روح وجرينتا ارتيتا، وارتيتا اجبن من انه هو يلعب احتياط. انا هاي توقعاتي، ارتيتا اجبن من انه هو يلعب جوكريش احتياط ويخسر مثلا من يونايتد ويمسح بيه القاع وراها. بس اذا رحت ويا واتكنز ما راح اقول لك لا 100%. من اللي اقول لك بعد عن ايزاك يا صديقي. ليش؟ لانه ايزاك ما لعب ولا لعبه بالبري سيزون والدنيا محترقه، يريد ينتقل ليفربول، وحتى اذا هسه انتقل لليفربول ما راح يلعب اساسي قبل لانه اصلا ما متدرب عدل ويحتاج له فد ريكفري يعني لحد الجوله الثانيه الثالثه. زين عبد الله اني جبت هسه خلينا نقول يا جوكريش يا واتكنز وجبت جوا بيدرو. عندك لاعب الثالث يا صديقي وهم نعتبره بوقه لطيفه وهو سيسكو يا صديقي العزيز ب7.5 مليون، مهاجم اساسي راح يلزم ويا اليونايتد هذا الموسم، احتمال مو الجوله الاولى بس وراها راح يفوت اساسي، راح يلعب اساسي. سيسكو يا صديقي العزيز 7.5 بوقه كلش لطيفه، يعني بوق واشرد على السريع، اقري يلا 270 يا 270 كيلو 270 كيلو 270 270
عدى 270. مثل ما قلنا جدول يونايتد لطيف، بس هي مغامرة، لأنه احتمال يونايتد يمسح بيه القاع واحتمال يتألق ويقدم مستوى قوي. بس أنا شايف إنه سيسكو راح يقور 7.5 لطيفة، تقدر تجيبه وتصبر عليه، تقدر تنتظر عليه شوية وراها تجيب. زين، منو اللاعب الثاني ب 8 مليون؟ راح يجيب لك جوالا، بس احتمال اكو لعبات راح يخسروها. بوين ما يقصر وياك، مهما جبت هذا الموسم راح يبدع وياك، اي موسم يبدع. فبوين اذا انت عاجبك نقاط مضمونة جيب بوين، بس انا بالنسبة لي بوين ب8 وسيسكو ب7.5، لا والله انا اروح ويا سيسكو اشرف لي. وعندك لاعب ثاني ب7.5 احتمال ينتقل لنيوكاسل، واللي هو يا صديقي العزيز ويسا اكو احتمال كبير ينتقل لنيوكاسل. اذا راح وايزاك انتقل لليفربول فراح يكون خوش خيار، مع العلم انا متوقع موسم جدا جدا سيء لنيوكاسل. بس اذا تقدر يعني اذا هيك مثلا عجبك تجيبه 7.5 لطيفه، هاي بحال انتقل لنيوكاسل. اذا ما انتقل لنيوكاسل يا صديقي العزيز فويس دير بالك تجيبه، انا اصلا متوقع انهم راح يهبطون هذا الموسم. هسه راح اقول لك عن لاعب لطيف وسعره ب6.5 وتقدر تمشي امورك، واللي هو يا صديقي داني ويلبك. ذا لاست دانس. الله، تحبه ما تحبه، تشجعه ما تشجعه، آخر فنجان من القهوة. اتوقع هو الموسم الاخير لداني ويلبك بالدوري الانجليزي، واتوقع انه هو راح يتالق. هم من نقاط لطيفه، برايتون هم مو من النوع الفريق السيء، لا راح يجيب لك كم نقطه لطيفه ويمشي امورك. هاي بحال انه انت ما طبيت ب3 مهاجمين يعني برايم. بالنسبه للاعب اللي هيك رخاص، عندك لاعب ب5.5 اللي هو اسمه بيرور، اللي هو لاعب مهاجم مال ليدز، هذا ب5.5 يلعب اساسي وياهم ويجي يقول خوش قواله، يعني ركزت عليه خوش مهاجم. اذا عجبك تجيبه. زين اقول لك عبد الله، انت جبت اللاعب، انت جبت سيره ال5.5 ما جبت سيره التنين. هالاند بقى يا صديقي العزيز، هالاند انت بحاله واحده، انت عندك يا انه انت تجيب هالاند، وقلت لك مثل ما قلت لك ما تقدر تبلش الموسم بدون صلاح، فراح يصير عندك هالاند وصلاح وشقوق عبد الشقوق وعبد الرحمن دبيازة وما ادري منو، هاي تشكيلتك راح تصير. طالما يعني طالما قول السؤال تاني. او انه انت تختار واحد. اذا راح تختار هالاند على صلاح فراح يكون ريسك كل كبير. هالاند دائما بداية الموسم ينفجر، يعني حتى بالموسم السيء اللي قدموه السيتي الموسم الماضي ترى انفجر، جاب يمكن 3 هاتريكات ورا بعض، ضيحني انا مش جايبه. تخيل انا لو جايب هالاند الموسم الماضي كان انا هسه اصلا ما دا احكي وياكم، كان انا هسه ماخذيني الفانتسي سفير لهم، لانه جايب الاول على العالم. يا راجل حرام عليك، حرام عليك، طلع اكثر واحد تعبان في البلد. انا تخيل انا كل هذا ما جايب هالاند، يمكن ما جبته ولا اتوقع ولا جوله جبت الهالاند. الله لا هذا صدق. ما تكتب. فهالاند ببداية الموسم ينفجر، بس هل انت راح تجيبه على حساب صلاح؟ لو راح تجيبه ويا صلاح معناته راح تسوي وايلد كارد قريبا اذا هو ما بدع او ما لعبه السيتي، لانه انت عندك بيب طلع لك التصريح كلش لطيف، ضيحنا كنا ورا هذا التصريح. شنو هو؟ كان يقول سنعاني بالجولات الاولى. اوسخ من كده مفيش، اوسخ من كده مفيش. زين اخويا، زين انت يعني ليش انا قريته؟ زين لا تقول عاني بدون ما تقول لي، يعني انا كنت مرتاح ودا اجيب ايت نوري وغفارديول وهالاند وما ادري شنو، وراه ضيحني وقال لي انه سنعاني من الجولات الاولى. اشكرك حبيبي بيب كالعاده. طبعا هسه يفوز كل اللعبه 1-0 وانا ادري بكذاب يا اخي خاده، هو قالها ويا برشلونه 2009 سنعاني، هو صدق سنعاني، انا اللي عانيت، انا اللي اشجع الريال. يا راجل حرام عليك، حرام عليك، طلع اكثر واحد تعبان في البلد. فيا صديقي العزيز، هالاند او صلاح هذا الشيء يرجع لك. الملكية مال هالاند حوالي 20%، اما ملكية صلاح 53%. فهل انت ناوي تغامر وتجيب هالاند وحده وما تجيب صلاح، لو ناوي تجيبهم اثنيناتهم والتشكيلة البقية كلهم يكونون خفاف لطاف ولا واحد يجيب جول، وهم يعني راح تنافس لك على المليون مليونين هاي بالزايد. فهذا انت واختيارك وحسب انت رأيك، وانت عفكم الرأي، اهم شيء رأيكم. اصبر، هاي منو هاي بوك؟ هاي مو ممدوح نصر الله يقولها؟ اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. فيا صديقي العزيز، انا انطيتك الخيارات اللي ممكن تجيبها بالبدايه كفانتسي، وراح يبين وياك ورا اول جوله، راح اول ما تخلص الجوله الاولى راح ننزل حلقه ان شاء الله، وراح تعرف اني منو جبت، وعلى الاغلب بنسبه 99% تشكيلتي ما راح تطلع عن اللاعب المليون واحد اللي انا قلت لك اياها، يعني ما راح افاجئك واجيب لاعب بيجي من بعيد. الله لا هذا صدق. ما تكتب.
ما تكتب. ان شاء الله هذا الموسم راح ننزل فيديوهات هوايه، وراح ننشر وياكم فيديوهات، وراح نتابع وياكم الدوري الانجليزي لحظه بلحظه، وهمين راح نتابع الدوري الاسباني ودوري الابطال، لأن نشجع اصلا الريال. فيعني راح يكون موسم لطيف خفيف عليكم. وهاي بدايتي باليوتيوب. عرفنا صناعة المحتوى على الانستغرام شلون صار محتوى اساساني، ونرجع لكم على اليوتيوب. ان شاء الله عجبك الفيديو، لا تنسى تسوي لايك وسبسكرايب وشير وكل شيء، وبعد شنو بقى اصبر وكومنت وهاي السوالف كلها. ونشوفكم بالفيديو الجاي ورا كم يوم. باي باي.